فعلا في ناس ممكن تتعمد توجع قلوبنا وتأذينا، وبيبقى الشخص ده حاجة من 3 4 حاجات. إما يكون شخص فاقد للرحمة، يرى إن كل الناس أشياء يستخدمهم لتحقيق سعادته، وبالتالي ما تلاقيش بيفكر فيك ولا في مشاعرك. يا إما الشخص ده وعيه منخفض جدا، فتلاقيه ممكن يقول كلام دبش مؤذي جدا، ما يعرفش يفرق ما بين الصراحة والوقاحة، ما يعرفش يفرق ما بين النصيحة في الملأ والنصيحة بينك وبينه. وعيه منخفض، فتلاقيه بيخبط بيعور ومش واخد باله، وده بيحتاج تنبيه لحاجة زي كده. ممكن شخص ثالث يكون يرى نفسه دايما ضحية، وبالتالي هو مش حاسس انه بيظلم حد، بل ان كل تصرفاته المؤذية هي رد فعل، وانت السبب وانت اللي بدأت. اصناف البشر اللي بتأذي كتير، قبل ما نفكر فيهم نفكر في نفسنا، يا رب ما اكونش انا واحد منهم. ثانيا، معتصم بالله ومتوكل على ربنا، عشان لو اتأذى من حد من دول يبقى السبورت سيستم، النظام الدعم بتاعه هو ملك الملوك اولا، ثم الناس الطيبين اللي مش زي هؤلاء الناس. والله اعلم.